سألت نفسك قبل كده مين الشخص اللي بيقرر صورة الشركة قدام الجمهور، أو مين اللي بيحدد إزاي نبيع وإزاي نكبر وإزاي ننافس؟ ده بقى يا سيدي دور ال CMO أو الشيف ماركتنج أوفيسر. ده المسؤول الأول عن التسويق في الشركة كلها، العلامة التجارية، الإعلانات، الاستراتيجيات، المحتوى، السوشيال ميديا، حملات النمو، كل ده تحت إدارته. دوره الأساسي إنه بيحول رؤية الشركة لخطة تسويقية واضحة، تحقق طبعا تارجت المبيعات وتحقق الانتشار والنمو المستمر للشركة. هو الشخص اللي دايما بيترجم السوق والجمهور لقرارات حقيقيه ومظبوطه. اهم الادوات والمهارات طبعا عشان تبقى CMO: مهارات قياده استراتيجيه زائد اداره حملات ضخمه جدا، فهم عميق قوي للبراندنج والكاستمر سايكولوجي، وخبره قويه قوي في البرفورمانس ماركتنج والديجيتال ماركتنج بما انه هو لغه العصر حاليا. ادوات التحليل زي الجوجل اناليتكس والداتا ستوديو والCRM تولز. مهارات طبعا بلاننج ومهارات برايسنج ومهارات بادجيتنج والجو تو ماركت استراتيجيز مهمه جدا. اداره فرق كبيره جدا من بيرفورمانس بقى، كريتيف وكونتنت وماركتنج وساعات كمان سيلز، بانك بتوجه لهم دايركشن بشكل او باخر. السلم الوظيفي: انت طبعا بتبقى في الاول ماركتنج اكزيكتيف، يعني لسه بادئ سينيور، بعد كده توصل لسينيور سبيشالست، بعد كده تبقى ماركتنج مانجر، بعد كده توصل للهيد اوف ماركتنج، ومن هنا تبتدي تعلى تاخد مرحله الCMO. ممكن بعدها يوصل للشيف جروث اوفيسر، او حتى انه يبقى CEO، لان الماركتنج دايما اقرب لفكره الCMO. متوسطات الرواتب عالميا طبعا، وبنقول عالميا في الشركات طبعا المتوسطه الموضوع بيبدا مثلا من 7 أو 8000 دولار، بيوصل لبعض الأحيان إن هو بيتخطى حاجز ال20,000 دولار أو 25,000 دولار، طبعا ده غير البونسز والعقود الطويلة اللي بيعملوها مع شركات. المستقبل الوظيفي طبعا دور الCMO بقى أهم من أي وقت، خصوصا بعد صعود بقى التسويق الرقمي والداتا دريفن ماركتنج. والCMOs دايما اللي فاهمين AI تولز هم الأعلى طلبا دلوقتي في السوق. لو عايز تعمل طبعا شيفت كارير للشغلانه دي، اتعلم الديجيتال ماركتنج بعمق، اشتغل على حملات حقيقيه وطلع نتائج واضحه واعمل بيها بروفن تراك، قوي مهارات التحليل والROI او الريتيرن اون انفستمنت. دير فرق صغيره في الاول وبعد كده توسع لحد ما تبقى بتدير فرق كبيره. ابني بورتفوليو يثبت انك تقدر فعلا تعمل جروث حقيقي للشركات او لاي بزنس. لو نفسك بقى تبقى الشخص اللي بيقود التسويق وبيبني البراند وبيصنع نمو شركه، اعتقد منصب الCMO ممكن يكون مستقبلك. ومكملين ان شاء الله في الحلقات الجايه بقيه وظائف البورد، واشوفكم على خير وبالتوفيق. سلام عليكم.